طبعا مش محتاجة اقول لكم هي سعرها بقى كام دلوقتي. يعني علشان تجيبي لأسرة 5 أفراد في رمضان كل يوم زبادي انتي محتاجة ميزانية كاملة. تعالي مع بعض بقى نستغل موسم رمضان ونتعلم الزبادي ازاي نعمله في البيت، وهنعمله بكمية كبيرة جدا وبتصدقوني مش هيجي نص التكلفة. كريمي وجميل ومتماسك وبيتعمل بسهولة جدا، وفي 4 ساعات بس هتقدري ان انتي تاكلي منه، مش محتاج بقى تبيتي ليلة ولا اي حاجة. نظرا للتوفير هنجيب لبن من عند اللبان. كيلو اللبن دلوقتي ب22 جنيه. هنحطه وهنغليه عادي زي ما بنغلي اللبن اللي احنا هنشربه. نسيبه من بعد الغليان مدة 5 دقايق على النار، وبعد كده نقوم رافعينه. نسيبه بقى يبرد، مش يبرد قوي. هقولكوا ازاي نقدر نتحكم في درجة الحرارة ودرجة الحرارة المناسبة. ده كان بعد بالظبط 10 دقايق بدأت ان انا احط ايدي فيه. بصوا، بدأت ان انا اعد من 1 ل10، جيت لحد 3 ومستحملتش. استنيت 10 دقايق كمان، حطيت صباعي وفضلت اعد لحد 7، ومن بعد 7 لسه الحرارة مكملة معايا وايدي مستحملة. عديت لحد 10 ايدي كانت مستحملة. هو ده بالظبط الحرارة اللي تقدري تعملي عندها الزبادي وما يبص منك. هبدأ ان انا احط معلقة سكر، بتفرق قوي في الطعم وبتديله طعم حلو قوي، واقلبها كويس. لو حابة تستغني عنها عادي جدا. هنجيب معلقتين زبادي من اي بقى يعني اي زبادي انت بتفضليه. انا جبت علبة صغيرة من عند اللبان برضو، وبدأت ان انا احط عليها معلقتين من اللبن بتاعي ودوبتها كويس جدا فيه. دي الخميرة بتاعة الزبادي اللي هتتحكمني ان الزبادي بتاعي يبقى متماسك وجميل، فلازم نقلبها كويس جدا مع بعض. هبتدي بقى ان انا انزلهم على اللبن واقلبهم كويس جدا جدا جدا. لازم ان انا اراعي ان الحرارة بتاعتي لسه طبعا تكون مرتفعة شوية، عشان خاطر مع التقليب ده بيبرد شوية. هبتدي بقى ان انا اصبه. طبعا تقدري تتحكمي في الحجم بتاع الكوبايات اللي هتصبي فيه. انا كنت عامله في البولات الفخار الصغيره دي، عمل معايا تقريبا 7 بولات، والحجم بتاعهم كبير مش صغير، يعني بالنسبه لحجم علبه الزبادي فيساوي ضعف علبه الزبادي اللي احنا بنجيبها من الشركات، ويمكن زياده كمان. هبتدي ان انا احطهم في صينيه يكون طرفها عالي، وهبتدي ان انا احط فيهم ميه مغليه تبقى لحد نص البوله بتاعه الزبادي. هغطيهم كويس بفوطه، لو عندك يعني بطانيه تقيله تقدري ان انت تغطيها بيها. هحطه في فرن البوتاجاز واسيبه تقريبا ساعتين. بعد ساعتين هسخن الفرن تاني، وبعد كده اقوم قافلاه ومدخله في الزبادي تاني. 4 ساعات بالظبط وكان معايا الزبادي بالشكل دوت. تقدري طبعا بقى تحتفظي بيه في التلاجة، وتخلي على طول علبة منه عندك علشان خاطر تعملي بيه المرة التانية. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تشتركوا في الصفحة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.